اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو مختلف تماما، انا عمري ما عملته بصراحه، يعني انا من ساعه ما فتحت القناه انا ما عملتوش. هو مختلف، بس الحاجات دي انا جبتها وجربتها. هي اكيد في بيوت ناس كتير وناس جابتها وجربتها، بس انا يعني طالعه بعد تجربتي ليها اقول لكم ايه رايي فيها، عشان في ناس بتتردد ان هي تجيبها او ناس بتتسرع وتجيبها. يعني حسب بقى تجربتي حلوة او وحشة هتعرفوا دلوقتي. اول حاجة دي هي مش جهاز ولا حاجة، انا دي كنت جبتها معاكم في رمضان وما عملتش بيها اي حاجة بصراحة. هي مبخرة وانا جبتها وما عملتش، ما حطيتش فيها بخور وما جبتلهاش اصلا بخور. النهارده يعني شوفوا احنا عدى علينا رمضان قد ايه. النهارده كنت بشتري حاجات وبالصدفة كده كان هو محطوط البخور ده، طبعا كلنا عارفين البخور ده كان محطوط وفي الستاند قدامي، فانا افتكرت بصراحة عشان انا كنت عايزة البخور اللي هو الهرمي ده، فانا افتكرت فجبته. وانا ما يعني انا عمري ما جربته، اول مرة هجربه. هو الموجود في المكان هو رشحولي وقال لي يعني هو بيتسحب منهم كتير قوي. ده هو ياقوت بتاع انسام، طبعا اكيد غني عن التعريف، كلنا عارفين البخور بتاع انسام. هو ده ياقوت. بصوا انا هجربه وهقول لكم رايي دلوقتي، وهجربه معاكم عملي. يعني هجربه هشغله معاكم دلوقتي واقول لكم رايي وريحته وهيبقى ثابت ولا لا. بيجي كده، في كده دي وفي دي، ودي عجبتني قوي بصراحه، يعني حلوه قوي. لما عندهوش المبخره دي او اي مبخره عامه، هما مدينا دي، هي فخار جميله قوي، حلوه قوي. هتحطيها كده وتحطي عليها البخور قطعه اهي، وتشغليها وتحطيها بقى في الشقه كلها، في اوضه في الشقه، في اي حته بقى، في الاوضه في الصاله في الليفينج، اي مكان بقى انت هتحبيها تحطيها، على الارض على مكان عالي زي ما انت عايزه، يعني براحتك. انا بقى هحطها زي ما هي كده واحطها هنا كده، عشان الاطفال عندي احباب الله، يعني ما محدش يعني يمسكها او كده ما تبقاش متشافه، يعني مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. انا هعدل الستاند معاكم اهو عشان اوريكم من فوق. هي تقريبا شايفيني، اصل الستاند في يعني في نص الموبايل، فانا مش شايفه، يعني مش شايفه الفيديو. ماشي، بصوا انا هعملها شغلها بس عشان ايه مبقاش عملتها، يعني شغلت الولاعه في الفيديو. بس انا عملتها او شايفه بقى، هي باين في الفيديو هي كده شغاله. هي ريحتها حلوه قوي مبدئيا كده، هي ريحتها تحفه حلوه قوي. انا هطلعها بقى وبره واجيلكم نكمل بقى بقيه الفيديو بتاعنا. بصوا دي انا كنت جبتها في رمضان ووريتها لكم في المشتريات بتاعه رمضان، تمام. انا استخدمتها لاول مره في الفيديو اللي هو كان معاكم اللي هو فات ده. هي حلوه جدا بصراحه. انا كنتش يعني متخيله ان هي هتبقى متمكنه قوي كده، بس هي حلوه. طلعت البطاطس حلوه قوي يا جماعه، طلعت البطاطس الشيبسي حلوه قوي، بتبشر كويس جدا وبتعمل البطاطس الشيبسي حلوه قوي. انا ما جربتش غير المبشره. بصوا انا جربت ده، القطعه دي اللي هي الضيقه، وجربت اللي هي بتاعه البطاطس، بس كده. هي دي، هو ده اللي انا جربته. اللي باقي بقى دي انا مش هستخدمها اصلا يعني عامه. القطعه دي ودي انا ما استخدمتهمش لسه، بس اكيد هيبقوا بنفس جوده القطعتين دول يعني. ودي اكيد حلوه قوي برضو، هي دي حد قوي، والدرج بتاعها ده
يا جماعه فوق الممتاز واختراع بجد والله. هو اهي صورتها اهي استخدام اهو. والقطعه دي برضه انا ما استخدمتهاش، اللي بتمسكي بيها دي انا ما استخدمتهاش. بس هما القطعتين دول حلوين قوي. وطلعت البطاطس فوق الممتاز بصراحه، حلوه جدا على سعرها، حلوه جدا. هي كانت ب155. اه بس حلوه قوي ما شاء الله، جميله جميله. و يعني سعرها مناسب وحلوه قوي، مش خساره فيها الفلوس بصراحه. جميله وتقيله للجو، الماتيريال بتاعتها الماتيريال التقيله، مش الماتيريال الضعيفه اللي هي تتني منك او تتكسر منك وانت بتعملي. لا، الماتيريال بتاعتها اللي هي تقيله، بس لما تغسليها لازم تسيبيها ان هي تتصفى كويس جدا وتنشف كويس جدا، ما تعينيهاش بالميه بتاعتها. عشان انا ما اعرفش لسه هي هتصدي ولا لا، بس اعتقد ان هي مش هتصدي. انا غسلتها ونشفتها ما فيهاش اي حاجه الحمد لله، يعني لحد دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك. ويعني اعتني بيها ان انت تغسليها، لازم تتصفى وتتنشف كويس قبل ما تعينيها في سواء هتعينيها في العلبه بتاعتها، هتعينيها في درج عامه، ما تسيبيهاش يعني ان هي تبقى مبلوله ميه، حفاظا عليها يعني. حتى لو مش بتصدي برضو حفاظا عليها، عشان حتى يعني ما يبقاش ليها ريحه. ده اول حاجه اهو. هقول لكم بقى ده حلو جدا يعني، ده ترند. والفترة اللي فاتت دي كان ترند قوي والناس كلها بتجيبه بتاع. انا جبته جربته حلو قوي يا جماعة، انا مجرباه. يعني الحاجات دي انا جربتها. وتعالى اقول لكم ايه، انا جربته حلو قوي. حلو والله يا جماعة بجد حلو قوي. مش مش اللي هو مش عملي، لا هو عملي جدا. ركب القطعة دي كده اهو، تدخل كليبس كده وبيتشحن. بصوا درجاته بقى، هو درجات سرعات يعني، سرعة 1 و2 و3 وهكذا يعني. وبيتشحن بقى. الحلو قوي ان هو بيتشحن في قطعة كمان اهي. دي بقى بصي لو انت بتضربي بيضة بسرعة بتاع، حلوة قوي. جميلة قوي، عجبتني قوي اللي هي الصغنونة دي، جميلة كده. ولو بتضربي بيضة بسرعة او كده وعايزة حاجة تعملك بسرعة يعني، وتبقى ويعني وتعمل كويس، دي حلوة قوي. وده اليو اس بي بتاعها، الوصلة بتاعتها تشحنيها عادي في الكهرباء عادي خالص، تتحط هنا كده وبتشحنيها بقى. اي مشترك عندك، اي الشاحن عندك هيشحنها لك. بس حافظي عليها يعني في قصة الشحن، ان انتي ما تسيبهاش على الشحن ان هي تتنسى او كده، عشان اكيد برضو ليها عمر يعني. سعرها حلو قوي، سعرها مناسب، هي 90 جنيه يا جماعة. معرفش بقى يعني، في ناس الاسعار بتبقى متراوحة برضو من مكان لمكان، بس انا جايبها ب90 جنيه. معرفش هل في حد جابها ازيد اقل، معرفش، بس انا جبتها ب90. حلوة قوي، حلوة وعملية. مش اللي هي مش عملية، لا هي عملية قوي. بصوا بقى الحاجتين دول، انا كنت مترددة جدا وانا بجيبهم. انا كنت عايزة اجيب دي من زمان قوي، ماشي طبعا عارفينها، مكنة الوقت. انا كنت عايزة اجيبها من زمان قوي وكنت مترددة بصراحة، وكنت بقول اكيد مش عملية ومش بتعمل ومش معقول وكده، بس طلعت يا جماعة جبارة، قسما بالله جبار. انا جربتها برضو. بصوا بتفك كده، دي الكفر بتاعها ده بيطلع اهو، تشتغل من الزرار اللي في الجنب ده. هو انتوا مش شايفين بس سامعين، لا يعني انتوا مش شايفين بس سامعين. هو البتاع بتاعها جوه، انا اوريها لكم برضو من جوه اهو. بصوا دي بتتفك برضو عادي خالص يا جماعه، السلاح بتاعها جوه اهو، وبيطلع عادي خالص. تتنضف كويس جدا. بصوا مكان ما انا كنت عامله لسه برضو فيه وبره. حلو قوي. السلاح ده بيتغير عادي يا جماعه، يا معاه واحد تاني عشان لما ده ينعم. في واحد غيره اهو، في اتنين، ده عشان لما ده اكيد ينعم يعني. حلو قوي، انا جربتها وعجبتني قوي بصراحه.
جميله يعني، مش عمليه، لا هي فعلا يا جماعه لما يبقى فيه الهدوم معاكي اي هدوم بقى في الشتاء بالذات موبره وعامله وبره، لما يبقى فيه وبره في الهدوم بتاعه الشتوي بالذات، هدوم ابنك، جوزك، هدومك شخصيا، حلوه بتشيلها جدا كمان. يعني اللي متردد لها لا يروح يجيبها. بصوا بعد ما بتعملوا، بعد ما بتشغلوها، الوبرة كلها بتنزل هنا في المكان ده كده، بتنزل هنا. بصوا لسه في من المكان ما كنت بعمل لسه برضه بتنزل في المكان ده كده، وهنا برضه جوه هنا كده. فبتعمليها بقى، تنضفيها كويس، وفيها معاها بصوا اليو اس بي برضه بتاعها، بس ده بقى بالفيشه بتاعته يعني جاهز، مش بتحطي له فيشه وكده. واللي انا قلت لكم السلاح التاني ده عشان لما ده ينعم، والفرشه بتاعه التنظيف بتاعتها. اهم حاجه ان انتي تنضفيها، ما تسيبيهاش بالوبره بتاعتها او كده، عشان يعني ما تصديش كده. بصوا سامعين؟ ما شاء الله اللهم بارك. حلوة، عملية جدا، عملية جدا بجد، عملية جدا. انا جربتها في كذا حاجة عندي، لا بتشيل الوبرة تماما، بتشيلها خالص، حرفيا بتشيلها خالص. يعني بتحسي حتى ان التيشيرت او البنطلون تحسي ان هو رجع جديد تاني. بتشيلها خالص. جميلة، اختراع حلو قوي، اختراع لذيذ بصراحة. لان احنا بنتضايق قوي كلنا من الهدوم بتاعتنا بتاعت الشتاء خاصة لما بتوبر. ماشي خلاص كده. ده اخر حاجه بقى، كنت متردده اجيبها قوي برضو. هي حاجه خاصه بقى، يعني حاجه نسائيه قوي. اكيد البنات كلها عارفينها يا جماعه، اكيد البنات كلها عارفينها. طبعا عرفتوا دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت الرجل. جميله، جميله قوي، عجبتني قوي بجد. هي اتنين، واحده اهي، دي ناعمه شويه ودي خشنه بقى. القطعه التانية دي خشنه، مش زي دي كده، دي ناعمه، لكن دي خشنه، بتاعتها دي خشنه، حلوة قوي. انا كنت دايما ببقى يعني لما باخد شاور او كده ابقى بكسل بقى، لسه هعمل بالمبرد الرجل وكده، لا انا يا جماعه عايزه اخلص، عايزه اطلع بسرعه عشان معايا بيبي وبتاع، وبكسل، وساعات الدنيا بتبقى شتا وكده. دي بقى احلى حاجه فيها ايه؟ ان انتي بتعمليها على الناشف، مش لازم رجلك تبقى مبلوله، هو اصلا مكتوب عليها كده. يعني هو مكتوب في الاستخدام بتاعها ان انتي تعمليها والمكان ده جاف، مش مبلول. هي بقى هتشيلها لك. بصوا هجربها معاكم برضو اهو، اسمعوا الصوت. مش سامعين وشايفين صح؟ بتشيل بقى كل يعني الزوايد اللي في الكعب وكده، جميلة، بتعمله قوي، بتنعمه قوي. بس مش معنى ان انتي شلتي ان انتي تسيبي رجلك كده من غير بقى ما تحطي مرطب وكده، لا لازم انتي شلتي فلازم تبقى اغسلي رجلك كويس جدا ورطبيها بقى، رطبيها. وعشان تحسي بالترطيب قوي هاتي كرمبيد من الصيدلية، تحفة. كرمبيد بقى مع الفازلين اللي هو الاماراتي، حلو قوي. في اكيد طبعا كريمات طبيه كتير للكعب بتاع الرجل، بس انا مش بستخدمها بصراحه، انا بستخدمش غير كرمبيد، هو حلو قوي بصراحه. ده كفر بتاعها، ودي بتتشال على فكره. بصوا في هنا زرار اللي فوق كده، تضغطي كده فبتطلع عادي خالص، وبتغيريها، يعني بتعرفي تغيريها تاني، تغيري دي تحطي دي مكانها. وبرده بتتشحن معاها الوصله بتاعتها اهي، بتحطيها بقى في اي في يعني في اي برضو راس شاحن عندك، والفرشه بتاعتها برضو عشان تنضفيها. حافظي على الاجهزه دي بان انتي تنضفيها، حلوه قوي ولونها قمر. بصوا لونها جميل قوي،
دي كانت تجربتي مع الحاجات دي، اللي ناس كتير قوي يعني بتبقى عايزه تجيبها وبتبقى متردده وما بترضاش وبتقول مش هتبقى عمليه وهتبقى فيك وكده. بس والله 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 يا بنات، عن تجربه، هي حلوه قوي. مش 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 على قد يعني اللي هو على قد حالها، لا هي حلوه، تجربتها حلوه جدا. عامه انت بتجيبي كده كده اصلا المبرد بتاع الرجل دلوقتي هي ب 100 جنيه. هي انت بتجيبيه كده كده ب 100 جنيه اصلا. يعني هي بس دي بقى حلاوتها ان هي ايه، بتشتغلي والمكان جاف، مش لازم ان انت تبلي رجلك ورجلك تسيبيها شويه في الميه عشان تبوش فتقدري فتعملي بقى وكده. لا، دي بقى هنناشف لو انت بسرعه واقفه على الحوض بتتوضي حتى وكده، تقومي جايه شغاله بيها ورجلك ناشفه، تغسلي رجلك، حطي الكريم بتاعك هترد، وحطي الكريم بتاعك كويس جدا، والبسي يا ريت يا ريت يعني الشراب السيليكون حلو قوي برضو. الشراب السيليكون انا بجيبه برضو بستخدمه جميل قوي. وبصي بس باستمرار بقى، يعني دومي دومي دومي، هتعجبك قوي 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 قوي. اخر حاجه انا لسه ما استخدمتهاش هستخدمها معاكم. طبعا انا مش بعمل اعلان لحد يا جماعه، عشان انا مش حد مشهور ولا معروف ولا حد يعرفه حتى اصلا غير 2 3 في البلد فده ملناش علاقه بيه. انا ما بعملش اعلان لحد يا جماعه، والله ما بعمل اعلان لحد، بس هي الكرتونه كبيره قوي انا مش عارفه احطها ازاي. انا ما بعملش اعلان لحد، انا جبته زي اي فرد عادي وهستخدمه معاكم وهقول لكم رايي برضو عامل ازاي. بس انا مش جايباه للمطبخ، انا جايباه للحمام بصراحه. انا ما عندي مكان للخزين في المطبخ فانا مش محتاجاه للمطبخ يعني. انا جايباه للمنظفات الصغننه بتاعه الحمام بقى، شويه الشامبوهات وشويه الكريمات شويه الحاجات كده اللي هي محطوطه في مكان مش عاجبني كده على الارض، ومش عارفه الفانيش والكلوريكس ومش عارفه ايش، شويه حاجات ازاز اللي هي الصغننه قوي دي، فانا مش عاجبني حطيتهم جنب الغساله، فانا عاوزه منظم فانا اخترت ده. في منظمات تانية كتير بس هي معدن، وانا مش عايزه اجيب حاجه معدن عشان للاسف الكفر اللي بيبقى عليها سواء ابيض او اسود مع الوقت ومع الميه في الحمام او كده بيتقشر وبينزل وبتصدي وبتبوظ. انا كنت جبت ستاند قبل كده ومعدن ولا لا لا رميته بالزباله بصراحه. فانا جبت البلاستيك ده، انا عارفه ان الناس كلها بتستخدمه للمطبخ بس انا هستخدمه للحمام وهشوف هيبقى عملي ولا مش عملي. انا هطلعه معاكم وهركبه معاكم وهعمل معاكم. يلا بينا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طب يا جماعه، اول حاجه انا كنت جايباه على اساس ان هو لونه ابيض، واتفاجئت دلوقتي بان هو لونه ده. انا ما فتحتوش اصلا، بس انا عايزه اقول لكم ان هو نفس لون الحمام. ايه ده، انتوا مش شايفين اصلا؟ طيب يا جماعه اهو. بصوا، انا كنت جايباه على اساس ان هو لونه ابيض ودلوقتي لقيته لونه ده. وانا عايزه اقول لكم ان الدرجه دي هي نفس درجه السيراميك بتاع الحمام بالظبط، حتى نفس درجه الكفر بتاع الغساله الاوتوماتيك بالظبط يا جماعه. طب مبدئيا كده انا فرحت قوي جميل. هو بيجي كله مع بعض كده فك وتركيب، ودي احلى حاجه برضو. انا بحب الحاجات اللي هي بتبقى فك وتركيب اهو. استنوا اطلعه بقى، يلا بينا بقى هنشوف هنعمل ايه. كل واحده فيها 2. اه ده مكان العجل يا جماعه اهو. مبدئيا كده دي اخر واحده، فخلينا نحطها كده، ودي اول واحده اعتقد. بصوا دي اول واحده اللي هي تحت. طب ما تستغربوش طبعا انا بصور في المكان ده، بس انا بصور في المكان ده غصب عني عشان ابني نايم وانا مش عارفه اتجول يعني اطلع الصاله عشان صوتي وكده، فاضطريت ان انا اصور في المطبخ يعني وعلى البوتاجاز لان الرخامه للاسف مليانه مواعين. انت خلاص بقى يعني احنا بقينا عيله ومع بعض فيعني معلش يعني تجاوزوا لي بس. بصوا اهو المكان بتاعها اهو. انا عايزاكم بس تبقوا شايفين معايا عشان نركبه معاكم. دي عجله تمام، هي بتدخل باين تقريبا كده يا جماعه ضغط. بسم الله. اه يا جماعه بصوا، هي بتدخل ضغط كده اهو، تضغطيها تدخل. ماشي، ادي التانية. بسم الله اهو، خليها معاكم برضو اهو، بس بالراحه بقى يعني حاولي وانتي بتتعاملي اهو.
يعني حاولي على قد ما تقدري وانتي تتعاملي بالراحه. الناحيه التانية يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ما شاء الله. بسم الله. اخر واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول واحنا بنعمل الحاجات دي بالذات، بصوا شفتوا طارت بحذر عشان الحاجه دي ما تتقطمش منك وتعملي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. دخلت هي كمان برضو في المجرى. بس كده هو بيمشي بقى على العجل ده. طبعا يا جماعه دي حاجات وطنيه، الوطنيه وكلنا عارفين الحاجات الوطنيه حلوه جدا، انا ما بجيبش غير منها اصلا. بصوا بقى بيمشي تمام. الحمد لله ان هو ما فيهوش اي حاجه هتبقى تصدي. ده بلاستيك امور جدا. ماشي. بصوا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه شايفين ولا لا. فاحنا هنبعد شويه بالكاميرا كده اهو بس عشان تشوفوا ايه. بس كده تمام. دي هنا هتتركب كده وتدخل برضو كده، تدخل في الجنب كده. ده طبعا هو حلاوته في ايه بقى؟ في ان انت لما تعوزي تفكيه عشان تغسليه، فبصراحه دي حلوه قوي. اهو بصوا الناحيه دي ركبت، نركب الناحيه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو بقى ده طويل شويه بس عشان ايه اوريكم معايا انتوا بقى بقيتوا صحابي وحبايبي، وانا ايه بحب ايه ان انا ايه اتفاعل معاكم يعني. تمام. هنركب دي هنا كده فوق. انتوا شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين. نطلع فوق شويه. بصوا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تاني واحده. ايه رايكم؟ بركب صح ولا بركب غلط؟ بركب صح الحمد لله. كده عملنا اللي تحت واللي فوق. يلا بينا نطلع على الدور التالت. 1 2 الدور التالت يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو واحده هنا. ايوه انتوا شايفين الحمد لله. وواحده الناحيه التانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميل قوي. اهو بسم الله. ركبنا الدور التالت. نطلع يا جماعه للدور. لا احنا لسه هنركب الدور التالت. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو واحده هنا. بسم الله. طب احنا هنضطر ننزل على الارض بس انا هركب معاكم ده بس الاول كده. بسم الله. الناحيه التانية يا رب تبقوا شايفين بس ما بقاش مش مرياكوا. لا ان شاء الله يعني انتوا شايفين. بسم الله. ده الدور التالت اهو ركب اهو. انا بقى هركب اخر واحد عشان هنزله على الارض واوريهولكوا كله. تمام. بصوا يا جماعه خلاص انا ركبت ايه. ده اخر حته بقى، اخر واحده اللي هو الرابع. ما شاء الله يا جماعه هو طلع كبير. انا كنت هو في منه 3 وفي منه 4. انا جبت ال4. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ناخد بالنا بس واحنا بنركب يعني بالراحه بالراحه هنا ما وراناش اي حاجه خالص. بصوا اهو. دي بقى بتتركب فوق القطعه دي والقطعه دي. وبصوا يا جماعه هما كاتبين عليها الوطنيه. من حقهم بصراحه يا جماعه يعتزوا بحاجتهم لان حاجتهم حلوه. هنركبها بقى فوق. دي تقفل الشكل. بصوا دي اهي. ركب هنا كده. يا رب تبقوا شايفين بس انا يعني نفسي اعمله معاكم اعمل. طب يا جماعه انا محتاجه بقى ان انا ابعد شويه عشان اوريهولكم. ثانيه واحده. بصوا لي يا جماعه الجمال.
ايه رأيكم؟ والله العظيم حلو، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله. حلو جدا. وطلع المسافات بتاعت يعني بين كل واحدة وواحدة طويلة، والمسافات دي كانت مهمة عندي قوي. ليه؟ لان في ساعات زي ما انتوا عارفين في ازايز بتبقى طويلة، يعني مثلا الازازة دي طويلة مش قصيرة، فاهمين؟ مثلا كلور طويلة، فاهمين؟ ففي ازايز بتبقى طويله، فانا بقى كان مهم عندي قوي ان هي تدخل في الحته دي. الفرق ده، المسافه بتاع الطول ده، ما شاء الله طلع ممتاز، طلع ممتاز يا جماعه بجد. عجبتني قوي قوي. من تجربتي بقى معاكم، انا ركبتها معاكم وكل حاجه معاكم لايف اهو. يعني مش استخدمتها وبقول لكم رايي فيها، لا انا لسه بستخدمها دلوقتي وركبتها معاكم. جميلة بجد يا جماعة، جميلة. هي ب 300 جنيه، حلوة بصراحة، مش خسارة فيها ال 300 جنيه. يعني لو جينا نحسب كل حاجة فيهم، كل يعني كل قطعة فيهم، كل ستاند، اعتقد ان هو يبقى اقل من 100 جنيه. يعني مثلا يبقى ب70 مثلا، حاجة كده. يعني لو شوفوا بقى نقسم ال 300 على 4، يعني هيبقى بحاجة بسيطة قوي. فبصراحة جميلة. وبعدين يا جماعة الماتيريال بتاعتها حلوة قوي. عارفين انتوا البلاستيك مش اللي هو الناشف اللي هو بيتكسر ده؟ يعني انت مسافه مع الاستخدام وبتاع، او تيجي تضغطي يقوم جاي مكسور، لا هو البلاستيك مش كده خالص. البلاستيك الطري المرن اللي هو الحلو قوي. عجبتني. ولو في اي واحده عايزه اجيبها في مطبخها، والله العظيم للزيت والخل والصوصات والحاجات دي، والله العظيم هتبقى عمليه جدا، هتبقى حلوه جدا. يعني انا حاسه ان انت ممكن تستخدميها كمان في المكرونات والحاجات دي، ان هي تبقى ستاند واقف كده. بقى انت بتجيبي مثلا المنظمات، فهتجيبي المنظمات بتاعتك مثلا، اللي هي تبقي عامله حسابك ان المنظمات بتاعتك تبقى طويله، هتاخد المنظمات بتاعتك كلها. وحلوه قوي يا جماعه، حلوه قوي. يلا بينا بقى نروح نوديها الحمام ونرص فيها ايه حاجتنا واشياء. يلا بينا. بصوا يا جماعه، انا كده في الحمام اهو. بصوا قد ايه هي لون السيراميك. بصوا قد ايه، حتى السيراميك بتاع الحيطه يا جماعه، حتى الفوطه. يعني انتوا مش متخيلين. يلا بقى هحط معاكم الحاجات برضو، هوريكم بقى، هحط واوريكم. تمام. بصوا ما شاء الله خدت حاجات قد ايه. ده اول واحد. بصوا خدت حاجات قد ايه فيه، ما شاء الله. هعمل لكم، احط في التاني برضه واوريكم. هي ما شاء الله عايزه حاجات كتير، ما شاء الله. بصوا ده التاني. هكمل برضه واوريكم، لسه فيه حاجات هحطها. بصوا لي بقى يا جماعه اهي، رتبت ما شاء الله كل حاجه. بصوا اهو. بصوا اللي هيستغرب ايه يعني ايه الحاجات اللي هي الصغيره دي يا جماعه، اللي هي هناك دي، اللي هي اللي هي الازرق والابيض والازرق. دي يا جماعه الزهره بيضه وزهره زرقاء. انا بستخدمها عشان الابيض وما اقدرش استغنى عنها بصراحه. فانا بدل ما اجيبها واخليها، يعني هي ما بتتباعش في عبوات، هي بتتباع في الكيس كده. فبدل ما اجيبها واحطها في اسيبها في الكيس، انا بجيبها وافضيها في البراطين الصغيره دي مخصصه ليها وبحطها ليها. تمام. تحت بقى في شامبو، في حمام كريم، الصابون اللي هناك ده، واللي جنبه في الكيسه ده صابون شمس. الكوبايه دي عشان برضو الناس ما تستغربش، الكوبايه دي بتاعه الزهره اللي انا بدوب فيها الزهره اللي هي الزرقاء. في ناس طبعا ما بتستخدمش الحاجات دي دلوقتي، بس انا بستخدمها عشان الهدوم البيضه وكده. والزهره البيضه برضو عشان الهدوم البيضه برضو. تحت اهو بصوا يا بنات. طيب اللي هيستغرب ايه تاني؟ الازازه اللي تحت دي يا جماعه، كان باقي. الازازه اللي تحت دي اللي هي بتاعت البيبس دي، مش كان باقي برسيل تقريبا، وانا فضيته فيها عشان يعني التانية كانت كبيره قوي قوي، وخلاص فاضل الحبه الصغيرين دول، فانا فضيته فيها عشان اقدر احطها لانها كانت كبيره يعني. بس بصوا لمت كل حاجه. و واي ثينك، وعلى فكره خدت حاجات كتير من المطبخ من جوه. اي ثينك ان ما شاء الله حلوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكون قدرت ان انا افيدكم باي حاجه. الفيديو مختلف وبصراحه هو عجبني. يا رب اكون قدرت ان انا افيدكم باي حاجه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. معلش يا جماعه، ده طبعا ده ابني الصغير بس كان عايز يتفرج. يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم.